هلا وشلونكم شخباركم إن شاء الله يا رب تكونون بصحة جيدة وبمزاج حلو. رجعت لكم بفيديو قصير بس أنا متأكدة راح تستمتعون وياه وراح تستفادون من عنده بنفس الوقت. الخلطة جدا جدا بسيطة وبمواد متوفرة وأسعارها أبدا مو غالية. هي تخص تبييض الأماكن الداكنة كان بالوجه بالإيد بالرجل، يعني وجه وجسم تستخدميها عادي ماكو أي مشكلة. بس أهم شي تطبقين الخطوات أول بأول. هنا حضرنا الشغلات والأدوات اللي نحتاجها والمواد اللي راح نستخدمها بالخلطة. هذه الخلطة جدا جدا فعالة بس إذا طبقتيها بصورة صحيحة، يعني شي تقريبا بالأسبوع مرتين أو 3 حسب الرغبة، لو حتى بين يوم ويوم، يعني يوم تخليها ويوم ما تخليها. نحتاج هنا هاي الكاسة البلاستيك هي والخاشوقة مالتها، هي تجي وياها فرشة، مرات نستخدمها ومرات ما نستخدمها. ونحتاج هذا الكنينس عمود التنظيف، ونحتاج هذا الكريم السودو كريم. زين. هو طبعا وحده يشتغل وفعال فتشي، يعني نتائج مالته خرافية. زين. معلومة، يجي قسم من عنده مرهم ويجي قسم ثاني من عنده كريم. انتي دائما المرهم استخدميه وحده بدون ما تخلطين وياه اي مادة، بس الكريم مثل هذا اللي راح نستخدمه احنا عادي نقدر نخلط وياه اي شغلة احنا نريدها، كان كريم نوعية ثانية، عصارة يعني، اي نوعية انتي تختاريها مال تفتيح بس كريم، او زيوت عادي هم ماكو مشكلة. المرهم الزيت إذا خلطتيه وياه همينه ما راح يتجانس بصورة صحيحة إلا إذا ضفنا له زيت جونسون للأطفال، يعني مشكلة طويلة وبصراحة ما أحب على البشرة، يعني يبقى ما يتشرب بالمسامات ويلزق هيك، ما أعرف شلون يصير، شلون كأنما وياه حلا. انتو تدرون بياه نكره هالشي الحلو، وبنفس الوقت يعني يدمر الملابس. يعني إذا مثلا خليتيه على وجهك نمتي على المخدة راح، لو حتى خليتي منشفة عادي هم راح تتدمر، وما أعرف يعني أنا ما أتقبل هذا الموضوع، إلا أنتوا تتقبلوا ماكو أي مشكلة يعني بالموضوع كله. هنا أخذنا من الكريم سودا كريم، أخذنا من عنده كمية صغيرة. أنا دا أسوي يعني كنموذج أسوي لكم، انتوا تقدرون بنات تخلون يعني تسوون كمية كبيرة وتخلوها بعلبة وتستخدموها يوميا لو حتى باب الثلاجة، بس ماكو مشكلة تقدرين يوميا تسوين الكمية اللي انت تكفيك، يعني كان جسم أو وجه. هنا أخذنا قلت لكم من السودا كريم شوية وضفنا عليها 3 قطرات من زيت عرق السوس. طبعا هذا الزيت خرافي فتشي، بس الأهم بالموضوع كله إنه تواظبين عليه وتستخدميه يوميا. بس إذا ضفنا عليه سودو كريم فما راح نستخدمه يوميا، نستخدمه يعني أقل شي بين يوم ويوم، أو مثل ما قلت لكم 3 مرات بالأسبوع أو مرتين. هنا أنا يعني دا أسوي لكم الموضوع على إيدي، يعني أسوي لكم شلون الطريقة. تخلين كمية وفيرة من الكريم هذا اللي جهزناه من التركيبة هذه، وتخليها ما يقارب من نص ساعة إلى 3/4 ساعة. زين. ومن بعدها تمسحيها بالكلينس وتخليها تنشف، يعني يصير مجموع الوقت كله تقريبا ساعة. من بعدها تغسليها عادي طبيعي بالماء والصابون بالغسول اللي انت تستخدمين، ماكو اي مشكلة. تعرفون بنات بعد احنا جونا شتاء ومي حار وبارد، فايدينا تلفت راحت انتهت، اخر حلقة صارت. زين ما عليكم بهذا الجرح اللي بايدي، طبعا صايرة هاي الايام من انجرح تسمعون العافية، من انجرح بمكان ما يطيب، يعني مو ما يطيب يطيب، بس شوفون مثل ما تشوفون يبقى الأثر. يعني هاي ضربة انضربت بالسكينة بقت، عندي ضربة ثانية إذا ملاحظيها بالإيد الثانية هي حرق هيك شوية، هم بقت ما أعرف ليش الآثار جاي تبقى عندي. وأني هم أهملها، يعني ما استخدم لها مثلا عصارة على ما تروح الأثر أو فد شي، فتبقى يعني حرامات، يعني تبقى آثار قوية. من بعد ما خلينا الكريم وبقينا الوقت اللي طلبناه احنا، الوقت المطلوب يعني، فمن بعدها مسحناه بالكلينس وغسلناه بالمي والغسول. من بعدها راح نسوي هذا التقشير. طبعا بنات هذا التقشير تقدرين تسويه مرتين بهاي العملية اللي احنا نسويها، قبل الكريم بنص ساعة وبعد الكريم بنص ساعة. بس اني للأمانة يعني هذه الخلطة لا قشرت من بعدها، يعني مو بس هسه كل ما اخليها اول شي اخلي الكريم
احسه انه يصير هيك شوي بالمسامات ويرطب لنا الايد، ومن بعد ما اغسلها اقشرها. بس انتو اختياري يعني، عادي تقدرون تقشرون قبل وبعد الكريم. بس بنات ما اقول لكم للامانه يعني هذا الكريم والتقشير من بعد ما ينتهن تصير الايد كلش حلوه، ويعني شو اسمه مالتها الملمس مالتها ناعم، ملمسها ناعم كلش، وانتي تحسين براحة نفسية. يعني هسه انا سويت لكم منطقة صغيرة ودا تحسون انتو دا تشوفون الفرق اللي صار ويانا. من بعد ما نشفت الايد تستخدمين اي مرطب، انا استخدم هذا النيفيا يعني كلش حلو. وقلت لكم اهم شيء انه تمتص البشرة بسرعة وما يبقى يعني طايف هيجي، يعني مبين انتم مخلية كريم لوجهك او لايدك، فشكله مو حلو، كلش مو حلو. بس هذا الكريم نيفيا يعني من تخليها هاي النيفيا راح تمتصها البشرة بسرعة. شوفوا مثل ما تشوفون النتيجة فشي يعني خرافية. يلا بنوتات سووا هذه الخلطة البسيطة، ومثل ما شفتوها ما يحتاج لها اي شي، يعني مو فد شي صعب. جربوها للناس اللي عندهم بهتان بوجههم، يحسون بشرتهم تعبانة او داكنة او تصبغات بيها او كلف نمش هاي الامور، فخلي يستخدموها وكتبولي بالتعليقات صار وياكم. وللأمانة أنا ما نزلت هذا الموضوع إلا تأكدت من عنده 100%. وهنا من بعد ما رتبنا ايدينا وسويناها في شي حلو وشي مقبول شوية، جينا المطبخ. طبعا ما حد دمرنا غير المطبخ، جيت احكي غير حكاية. زين، المطبخ دمرنا، سووا اكل، طبخوا، نظفوا، مسحوا، ماعين. طبعا الماعين اموت منهن، للأمانة اموت منهن ما يخلصن. كل الشغل اللي بالبيت يخلص الا الماعين ما تخلص. اكيد انتو حاسين بيه، دا تحسون بمشاعري يعني. صارت أمنيتي أمنية حياتي إنه أشوف السنك فارغ ما بي ولا ماعون، حتى لو غاسلة مواعين ومكملة كل شي ألقي كوب خشو قد شاي، صينية صغيرة حافظة بيها أكل. يعني لا تعليق، والله لا تعليق على الموضوع. هالأيام خلصت امتحانات، نسيت أقول لكم أنا سوالفي كلها قالت الامتحانات، حجت المدرسة، قالت القراية، بس شو أسوي، هو واقع حال يعني صار بعد، هي هاي حياتنا. زين، شنو شعوركم بالعطلة؟ طبعا لا طبينا ولا طلعنا. هسه تقولون بعدها العطلة بدايتها، اي صحيح بعدها العطلة بدايتها، بس انا متأكدة راح تبقى هيش للنهاية. لا اقول لكم ولا تقولوا لي. لا طلعنا ولا رحنا ولا جينا. يا دوب اني هسه حاليا صوت الداخلي يقول لي خلصي شغلك، كملي امورك اول باول، حتى من تجي المدرسة انتي متهيئة للنصف الثاني من السنة. شاطر قاع السود هذه والله العظيم ما اعرف. زين الحمد لله اني هسه يعني شوية راضية عن نفسي انه خلصنا النص الاول. صح هسه خلصت الامتحانات وبعد النتائج ما طالعة، بس ما يخالف الحمد لله خلصنا شوط. صح الشوط الاول من المباراة خلص. ديك الايام اللي فاتت اجلت هواي مواضيع وهواي امور ما كملتها بالبيت وبرا البيت. يعني مثلا بالبيت عندي شغل كنت اقول لا اخليه هسه على وضعه لحد ما تخلص امتحانات، لحد ما يفرغون الاولاد شوية يساعدوني. ف يعني اجلت هواي شغلات عندي برا البيت، الشغلات اللي نسميها برا البيت اللي هي معاملات. عندي معاملات كلش 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 هواية اريد اكملها. يعني انا من النوع العجوزية، والله كلش عجوزية، مو بس عجوزية لأبعد درجة فوق ما تتصورون. عندي هواي معاملات ما خلصانة إلا هيك انحصرنا هسه قوة وراح يسدوها علينا. يلا هسه عود راح نكملها بإذن الله. فكل شوية أقول عندي فلان شغلة خليني أخلصها، حتى بالبيت بعد ما عندي أي شي، وأكمل يعني الشغلات البقية تطلع لي 1000 مليون شغلة غيرها، وهاي باقيين مستمرين. والله يعيننا ويعينكم على هاي الحياة اللي احنا بيها، وألف الحمد لله والشكر على كل حال. هنا بنات قاعد أسوي غدا مثل ما تشوفون، لأن احنا صيام والحمد لله والشكر. هذا شهر رجب، رجب الأصب إن شاء الله يا ربي يصب الخير ويصب الرحمة عليكم وعلينا وعلى أمة محمد. فهنا أنا شو أسوي، بقعد الصبح أريق الولد، ومن بعدها أخذ لي غفة أرجع أنام يعني. ف ومن بعدها أقعد أكمل شغلي. بين ما أخلي جدر على النار أكمل شغلي، يعني أطبخ أخلي على صفحة
وأكمله أهم شي عندي يعني الأكل يكمل، وأخليه بالجدورة أو بحافظات على صفحة، وبعدين أبلش بشغل البيت من مواعين من ملابس من تنظيف إلى آخره. فهذني الأمور. ما أظن عليكم شوية الصيام حاليا متعبني يعني. أول ما بلشت أصوم بداية الشهر تعبت، بعدين تعودت، هسه صار لي يومين تقريبا همينة جاي أتعب يعني بالصيام. أني مشكلتي إنه يصير عندي نزول بالسكر، نزول بنسبة السكر يعني بالأيام العادية إذا أفوت وجبات، تدرون بي أنا أسوي دائما صيام متقطع، دايت، نظام غذائي، هاي الأمور، فأعاني من الموضوع، وأكثر الشي اللي أنا جاي أستمر بيه بسبب نزول السكر. فهسه بالصيام يعني يصير عندي دوخة بسبب نزول السكر، تسمعون العافية. فجاي كل كم يوم شي تقريبا 4 أيام 5 أيام أفطر يوم واحد، هم أجر وهم دايت بنفس الوقت. ما أضم عليكم أنا شي. هنا بنات أنا جاي أجهز الطبخة مالتي، فراح أسوي شي سريع. راح أسوي مرقة مال دجاج حمرة، زين. وأهم شي المرقة وتمن أخليها على صفحة، بعدين التمر، اللبن، الكاستر، فهاي يعني الملحقات مالتها بعدين تتجهز. أهم شي الطبق الرئيسي مثل ما يقولون. والله أنا أسوي أكل على السريع بصراحة، ما أظل أتفنن بيه وهذه الأمور، لأن وقت ما عندي، وانتو تعرفوني كل زين، صار لي سنين أونون عليكم أقول لكم وقت ما عندي. يعني نعم الله على الله إني جاي أصور لكم شوية وأنزلكم، وتشوفوني بين فترة وفترة أنقطع عن القناة ورد أرجع أنقطع. يعني حتى تجيني هواية تعليقات، هواية ناس أنا طبعا أشكرهم جزيل الشكر إنه يسألون علي من نغيب، فيجون يقولوا لي شو ماكو، شو مدى تصورين، وين فيديوهاتك، خمو اكو شي. فللأمانة هم ناس غربة، وإن شاء الله ما بيناتنا غريب، كنا أخوة وخوات وأحباء، زين. بس يعني هم ناس لا يعرفوني معرفة شخصية ولا شي، مجرد يعرفوني من خلال القناة، بس دائما يسألون علي ويريدون يعرفون أخباري ويقلقون علي بنفس الوقت. لو تدرون هذا الشي ايش قد يفرحني، ايش قد أحبه يعني. كلش أفرح من يجيني مسج، فوحدة تقول لي انتي ماكو هالأيام، ضل بالي يمك، أدخل على الفيديوهات مالتك أشوف لمدة أسبوعين، شهر، 3 شهور انتي ماكو، ليش ماكو، ورجعي وصوري وهاي. فشو تسوي، تعطيني طاقة إيجابية يعني، تحفزني على الموضوع. أحس أكو ناس يعني تريد تطمن علي، فواجب علي إنه أصور وأنزل لو حتى شي بسيط، ماكو أي مشكلة. بنات إذا وصلتوا وياي هذا الوقت من الفيديو لا تنسوا خلولي لايك، وإذا أول مرة تشوف قناتي انزل اشترك بالقناة ودوس على الكل حتى يوصلك كل فيديو أنا أنزله. مرقة الدجاج أسويها بأكثر من طريقة، بس أسرع طريقة هي هذه اللي تشوفوها قدامكم هسه. مرات أسلق الدجاج واحد، خاصة إذا كان، طبعا بقل أنا أجيب الدجاج المجمد، بس مرات أضطر يعني ما متوفر عندي بالبيت، فأدز من الأسواق اللي يمي قريب وأجيبها. إذا كانت الدجاجة مجمدة يعني مو ذبح حار مثل ما يقولون، فإذا كانت الدجاجة مجمدة لا والله أقطعها، ومن بعدها لازم أخليها بمي تغلي، وياها أوراق الغار، وياها بصل، هاي الأمور يعني. أعوادين، هاي الأعياد مال القرنفل همينة نخلي وياها، ونذب المي مالتها كلها ونغسلها بمي حار من جديد، يلا أرجع أطبقها مرة الأخ. بس هسه اليوم عندنا احنا الدجاجة هي مذبوحة، يعني أنا ذابحتها ومنظفتها وهاي المواضيع، فما يحتاج احنا نسلكها وحد ونتعب نفسنا. فجيت قبل طبقتها، خليت البصل وخليتها شوية راح تتعرق عندنا وتذب روحها، تنحمس يعني شوية، تنحمس مو هواية. ومن بعدها راح نطبق المرقة مالتنا، وشوفوا ايش قد سهلة يعني. أنا الأكل مالتي صاير كله سهل وسريع، والخلطات كلها سهلة وسريعة، الله يستر الجاي شكو. يومي صاير ركض بركض، ما افتهم من عنده اي شي يعني. يجي الليل اخلي راسي على المخدر انام، اتذكر يومي شلون كان ما اعرف، جا منا طلع منا، ما اعرف شنو الموضوع. هنا خلينا نوم بصلة وخلينا مي. طبعا بنات كل الطبخات لا تخلوا لها مي بارد، خلوا مي مفور يعني انتي مفورته، زين. خلوا لها مي حار حتى ما تجزر عندك اللحمة، كانت لحم او دجاج يعني، او اي مرقة يعني. خلوا لها مي حار حتى بسرعة يعني تفور عندكم وتقوم تغلي، زين. وتصير فشي. هنا خلينا المعجون، طماطة ما عندي،
ما مرد الطماطة وياها، خليت بس معجون. شفتوا ذيك المرة يمكن نزلت لكم اني الشغلات اللي اجمدها، فهاي من ضمن الشغلات اللي اجمدها اني. هذا حمص مجروش اني سالكته، سويت كمية كبيرة وسلكته وخليته باكياس مال تجميد. طبعا هي مو اكياس مال تجميد، والله ما لقيت بصراحة، حتى ما كذب عليكم. جبت هاي الاكياس العادية اللي يخلون بيها بهارات وهاي الامور. جبت من عندها 3 دستات وقمت استخدمها، تفي بالغرض نوعا ما. فش اسمه، خليت بيها هذه الحمص. عندي الثلاجة النمولة الصغيرة شايفينها انتو، اخلي بالفريزر مرتها هاي المواضيع، يعني الشغلات اللي اسلقها بس. يعني ما اخليها بالثلاجة الكبيرة. ثلاجة كبيرة بس لحم ودجاج وهاي اكل مثلا اذا زاد عندي اخلي بيها، بس النمولة لا. اخلي بيها الشغلات السلق، يعني الصغار الاكياس، حمص، فاصوليا. بس العدس ما اسلقه اول باول، العدس ما يصير ينسلق. عندي مثلا شي تقريبا يعني صدر دجاج بس قطع صغار، او الاكباد مال الدجاج، يعني احب انه افرزها واحد هذني، واحد عن الاكياس الكبار، حتى ما ادوخ من اجي اطلع كيس من عندها مرتاحة بس اموعها شوية واستخدمها نفس ما سوينا هسه. وهنا جبنا تمن بسمتي، طبعا هذا بالعربة، انا احب كلش كلش انه استخدمه، طعمه طيب وبالطبخ همينه ما يشلع قلبي. وهنا همينه تطبيقة التمن حتكون مو بزل، يعني تطبيقة عادية سريعة. زين، اذا كنتي مستعجلة او مثلا يعني وقت ماكو، يعني صح مستعجلة وقت ما عندك، تقدرين تتبعين هاي الخطوة. تخلين زيت وتخلين الشعرية بس شويش، قرت الشعرية ندير المي والتمن وملح قليل، وألف عافية إن شاء الله على قلبكم. بنات هذاك اليوم جاني سؤال، انتي ليش العين الصغيرة من الطباخ تغلي فيها؟ والله بصراحة يعني أحب إنه أغلفها لأنه ما أستخدمها أني، يعني دائما هن مو 5 عيون بالطباخ، أستخدم الاثنين المنة والمنة، يعني اليمنى واليسرى. زين، ودائما انتم متابعيني يمكن الأغلبية تعرفون إنه أستخدم العين تصير لي ورا، يعني مو اللي قدام. أحسها أأمن إذا تخلين عليها جدر أو طاوة، فيجي طفل يمك شي ما عليه شي. أنا شوية او مو شوية، والله هواية اوهس بهذا الموضوع يعني. فاحس بحساب انه اخلي الجدرية ما راح اظل واقفة يمها انتظرها تستوي، لا شي اكيد راح اروح اكمل لي غير شغلة. فيجي احد لا سامح الله، الله لا يقولها، يجي يفوت من يمها تنقلب عليه. صح لو مو صح؟ فاستخدم العيون اللي ورا يصيرن من جهة المراية، يعني من جهة شو اسمه الغطا مالتها القزاز. هاي اللي بالنص يعني ما احب استخدمها هواية بصراحة. فايش اسوي؟ اغلفها. انا هسه مغلفة الطباخ كله، يعني الارضية مالته، الجامة. حتى من اجي انظفه اسهل الي يتنظف بسرعة، بس اشيل الشبكات ملاته والعيون وانظفه وارجعهن وهكذا. ومن تتعب هاي السيليفون اشيلها كلها، اذبها كلها، يعني كل الطباخ اشلع من عنده السيليفون مالته التغليف، اذبه واجيب واحد جديد، ماكو اي مشكلة. شوفوا بنات، هنا استوى الاكل عندي، انا اشوفكم الاكل هو وبالجدورة على الطباخ او مثلا على الكاونتر، لان احنا تعرفون ما نقعد كليتنا قاعدة واحدة وناكل، يعني مرات اكو احد من عندنا ما موجود، يعني ما متوفر انه يقعد، طالع عنده شغلة نايم. فاني شو اسوي؟ اطبخ واخلي الاكل وياهو من عندنا يريد ياكل يصب وياكل. طبعا هالشي هذا مو حلو، انا ادري بيه. لمة العائلة والقعدة على الصينية واحدة كلش حلوة، بس هاي كانت ايام قبل ايامنا احنا، جيل الطيبين مثل ما يقولون. نحب اللمة وإلا نقعد كليتنا سوا. هسه لا، الوقت تغير مع الأسف يعني. فمرات احنا يعني نفرين موجودين بس، فنصب وناكل عادي، والبقية كذلك. يلا أشوفكم على خير بنات، وإن شاء الله يا رب استمتعتوا وياي.